السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، وينك من زمان مو مبين أنت؟ تتكلم وياي؟ لا إيه؟ شنو وين؟ يوميا أنا موجود، ايش فيك؟ لا 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 لا، الأسبوع اللي طاف كله ما كنت موجود. هل أصابتك دعوة من دعاوي المؤمنين أطاحتك بالأرض؟ المؤمنين ونبيهم دعاء ما مقبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعي على الناس والله ما يستجيب دعائه. يا ولد احترم نفسك بالله عليك يا أخي، تأدب مع هذا نبيك مع في مقام صحيح النبي عليه. هذا ما انت وضعت هاي القواعد. نبيك دعاؤه لا يستجاب من باب من سبه او دعا عليه وهو ليس اهلا لذلك. فانت دعائك دعائك انت ودعاء نبيك ما مستجاب. بيك شنو دليلك؟ لان النبي كان يدعو بغير حق، الله ما يستجاب دعاء. بس ممكن طلب؟ صحيح. لا ما ممكن طلب. حينما دعا نبيك على بنت يتيمة، كان من خلق القرآن أم خلق بلطجي؟ اسمع نتفاهم شوي وحبة حبة. أول شيء جاب على أنت فاتح هذا اليوتيوب هذا، ما أنت فاتحه من جيبك لو سمحت، ولا الاتصال على حسابك. احنا جاي نتناقش، نقنع الأعزاء المشاهدين، الكفار منهم والمسلمين. طيب حينما هذا أولا. ثانيا احترم الشهر الحرام اللي احنا فيه ولا تغلط، واحترم مقام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب حينما دعا نبيك على بنت يتيمة بغير حق، كان فعل من أخلاق قرآنية أم أخلاق بلطجية؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعي على واحد ما يستحق الدعاء. طيب. نقطة على السطر، سطر جديد. طيب دعا على بنت يتيمة، دعا على بنت يتيمة شلون دعا علي؟ شنو اسم الحديث؟ ادخل على جوجل. ادخل على جوجل يلا. شنو قول دقيقة خلنا احترق فوق. دقيقة دورنا ما لقينا. اكتب يلا. شنو اسمه يا حجي؟ شوف هذا اللي بصفك ايش قد كذاب، يقول له دورنا ما لقينا. غير كذاب هذا، كارثة. هنيين إليه موفق ما شاء الله. اكيد هذا دارس يم عائشة، هذا دراسته خاصة يم عائشة. الله استغفر الله العلي العظيم. يا ولد اخلص علينا، شو اسم الحديث؟ يلا دقيقة يلا يا بابا اكتب. كانت عند أم سليم يتيمة. عند أم سليم يتيمة. سليم مو سليم يا أخي تنكتب نفس الشيء. اي تنكتب نفس الشيء صح، الفرق بالضمة صح، تنكتب نفس الشيء. هذا أنتم لغة عربية والله. طيب تفضل يلا. الدرة السنية صح؟ الدرة اي عند أم سليم يتيمة. عطني اقرأ. عطني حديث يا معود هذا صفحتين. لا نقرأ شو اسمه هذا المختصر المفيد. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت عند أم سليم يتيمة فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أنت هي لقد كبرت لا كبر سنك. طيب غزها عن السن اللي هو الضرس. السن اللي هو الضرس. ايه طيب كمل حجي كمل. ايه لا كبر سنك، فرجعت لأن السن ما بقول حشات، سن الحمار كبير. خوش. فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي. فقالت أم سليم: ما لك يا بنية؟ قالت الجارية يعني البنية: دعا علي نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبدا. وقالت: قرني فخرجت. طيب. فخرجت أم سليم. يلا الآن سني فسرتها السن. القرن شو تفكر عندكم قرون؟ قرني إلا إذا معنى السني هو عمري.
لا الحين انت هذا طيب اذا صحابتكم وناسكم قبل عندهم قرون على الحكي، والنبي يدعي لهم ان قرونهم ما تكبر. اسمع، عطني مجال. يلا تفضل. عطني مجال. احترم الشهر الحرام يا اخي. انت لا شهر حرام. هذا شغل ما يخصك، هذا الشغل ما يخصك. احترم. تفضل جاوب. سني بمعنى عمري، مو بمعنى السن. فهم؟ بكيفك انت، بكيفك. هذا اولا. ثاني، انت مالك رداد بهالدنيا. انا افهم انت ترد على منو بهالدنيا؟ منو هذا بالعالم اللي كله انت ممكن تحترمه؟ انت ولك ما تحترم احد يمكن. طيب تفضل يلا. فمعناها البنية عندها قرن. قرن يعني قرني، يعني جيله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل قرني واللي يليه، اللي هو الخلافة الراشدة. طيب. من الخلافة الراشدة؟ أبو بكر وعمر وعثمان. طيب. وعلي أبا الحسن والحسن. فشنو يقصد؟ علي رضي الله عنهم. فشنو يقصد من قال له لأنه لا يكبر قرنك؟ لا يكبر قرنك، لا يكبر جيلك. ايه لا يكبر جيلك يعني شلون؟ بالله اشرح لنا اياه. يعني السن الحين مو يكبر، يعني عمرها ما يكبر. اي الجيل كم سنه؟ سؤال. اي شوف، يعني اذا انا اللي قلت لك اياه، يعني اذا لا يكبر سنك يعني لا يكبر عمرك، مو بمعناها السن الضرس وتصير مصاص الدماء. ايش بيك؟ مصاص الدماء ما ادري غيرها بزمن نبيك. انت اسكت يلا كمل الحديث كمله. لا تغلط لو سمحت. كمل يلا، ما تغلط كمل. لا تغلط. اول شيء الجيل كم سنه؟ الان افتهمنا انه النبي يقصد عمرها. كمل لو سمحت كمل. ما قلت عمرها، سنها، ضرس. شو تسمون انتم العراقيين؟ والله ما اعرف اسمه. ضرس هذا اسنان اللي يكون فيها تيث. انت ما دام انك مهاجر الى بلاد الغربه هناك وبلاد الكفر اسمه توث. فهمت؟ طيب كمل. اي كمل. انحشت انت هناك، ما تقدر تعيش بين العرب هني. استغفر الله. كمل. فاقول لك الضرس لا كبر ضرسك. القرن 33. في احد وده يكبر عن 33 عاما؟ هو الجيل من 33 الى 40 سنه. بالعكس انا خلني عمر اهل الجنه من 33 الى 40 سنه. عند الرسول عليه الصلاه والسلام في القران كان يقول حين بلغ اشده 40 عاما. صح؟ لا مو صح. اي اقرا لك الايه عشان لا ما تقرا. اقرا الحديث كمل. تعترفون بقران. اقرا الحديث كمل. اقرا الحديث كمل. كمل. اقرا لك اياه مره ثانيه. لا كمل. وصلنا وين؟ كمل. وصلنا يا محفوظ. دقيقه عطني يا ابو. جيبه بسرعه. انزين. طيب وصلنا عند قرني. انزين. تبكي فقالت ام سليم ما لك يا بني؟ قالت دعا علي نبي الله صلى الله عليه وسلم ان لا يكبر سني، يعني اي ضرسي. فالان لا يكبر سني، علق السن مو راضي يكبر. انزين. لبني صار ابدا. وقالت او هني او شوف او ما قالت الاو يعني شنو اخوي؟ لا ما انت اخوي ان شاء الله. او شنو يعني؟ فعلق عندها السن اللبني. السن اللبني. بعدين لما قلت انت قرني قال هني لا يكبر سني ابدا، او قالت قرني. زين هو سني لو قرني على قولتكم. يلا تعال حل. سالف. ايش فيك سالف؟ كمل الحديث كمل. اوكي. وقالت فخرجت ام سليم مستعجله تلوث خمارها حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها يا ام سليم ما لك؟ قالت يا نبي الله أدعوت على يتيمتي؟ قال وما ذاك يا ام سليم؟ قالت زعمت انك دعوت عليها ألا يكبر سنها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أم سليم أما تعلمين بشرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر.
فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعل له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. زين برد عليك أنا. ليس لها بأهل. ليس برد عليك. ممكن نتناقش. وانت بالبداية أول بداية الاتصال احنا ليش قرينا الرواية على هاي الجملة؟ أنا أريدك بسالك برا. إيه طيب هذا الغلام الأيفع اللي يمك قول لي يسكت. تفضل حبيبي. طيب اي انا اقول لك هذا يا اخي الفاضل، انت في بدايه الاتصال قلت ان النبي لا يدعو بغير حق، والان انت قرأت انه يدعو على ناس وهم لا يستحقون. هذه جرت العاده عند العرب اخوي الفاضل. بعض مرات ما يقول سكل. اصبر علي، اصبر خلنا نسولف. العرب ما يقولون مثلا مرات سكل. يا اخوي اصبر علي شوي، اعطني مجال. الحين مرات ما تقول ثكلتك امك، يعني صدق انه خلي تثكلك امك وتموت انت، يعني تقول هذا انت تقول. انما انا بشر مثلكم يا بابا. فاذا نرجع للكلام اللي انت انكرته، انه هو ما يدعي على الناس بغير حق، يعني هو يدعي. اذا يدعي مو يدعي من صدقه، ترى يعني مو يدعي. يعني الله بعض المرات انت تجي عندك واحد يا ولد يعني الله ياخذك وياخذ ابليسك. يعني النبي كان هيك يسوي، يجي واحد يقول له الله ياخذك وياخذ ابليسك. اي يضحك عادي، شو المشكله يعني؟ شلون؟ فهذه من اخلاق يعني. جيد، فهذه من اخلاق القرآن ولا اخلاق البلطجه؟ البلطجه لما اجي اشوفك انا وترد عند ديار المسلمين ابلطج، علمك شلون البلطجه تصير. انا ما بغلط عليك، فلا تغلط على نبي لو سمحت. ما غلطان، انا جاي اسالك هاي اخلاق نبي ولا مو اخلاق نبي؟ لا، اخلاق النبي كما ذكرت موجوده. يعني هذه اخلاق قرآن، يعني هذه اخلاق اقرا الرحيق المخدوع. انا ما عليك، يعني هذه اخلاق قرآن. اي نعم. طيب شكرا لك، خلاص هاي عشتي، شكرا لك، وصلت الاستفادة.